محوريا في أمن الطاقة الإقليمي والدولي. شاهد تفاصيل الخبر. إذا كنت محبا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ومهتما بالشأن الجزائري والترند العربي والعالمي، فاشترك في القناة ليصلك كل جديد. مع استمرار التحولات الجيوسياسية التي يشهدها سوق الطاقة العالمي، يعود مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء إلى واجهة الاهتمام الإقليمي والدولي، باعتباره أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الطاقوية في إفريقيا، وأحد الخيارات الاستراتيجية المطروحة لتعزيز إمدادات الغاز نحو الأسواق الأوروبية عبر الجزائر. ويمثل هذا المشروع الذي يربط حقول الغاز النيجيرية بالساحل المتوسطي مرورا بالنيجر والجزائر رهانا اقتصاديا وتنمويا، يتجاوز البعد الطاقوي التقليدي ليشمل رهانات الأمن الإقليمي والاندماج الاقتصادي الإفريقي وتعزيز تعاون جنوب. وفي هذا السياق باتت الجزائر تؤدي دورا محوريا في دعم مشاريع التكامل الإفريقي من خلال تبني مقاربة تقوم على الربط بين التنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، كما أن الاجتماع الثلاثي المرتقب بين الجزائر ونيجيريا والنيجر بشأن مشروع الأنبوب يندرج ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز التعاون الإفريقي، وذلك في مجال استغلال الموارد الطبيعية وخلق مشاريع تنموية قادرة على دعم الاستقرار في منطقة الساحل الإفريقي. كما أن المشروع لا يقتصر على كونه خطا لنقل الغاز الطبيعي، بل يمثل رواقا اقتصاديا وتنمويا يمكن أن ينعكس إيجابا على الدول الثلاث المشاركة فيه، بالإضافة إلى أن الأنبوب سيمكن نيجيريا من توسيع فرص تسويق احتياطاتها الغازية الضخمة، بينما تستفيد النيجر من عائدات العبور ومن فرص تطوير البنية التحتية الطاقوية والكهربائية، في حين تعزز الجزائر مكانتها كمركز إقليمي لنقل وتصدير الطاقة نحو الأسواق الدولية. كما أن مرور جزء كبير من المشروع عبر الأراضي الجزائرية يمكن أن يساهم في دعم التنمية بالمناطق الجنوبية. ويرى متابعون لقطاع الطاقة أن الجزائر تمتلك مجموعة من المقومات التي تمنحها أفضلية نسبية في مشاريع الربط الطاقوي الإقليمي، من بينها شبكة الأنابيب القائمة نحو أوروبا، والخبرة التقنية التي راكمتها في مجال الغاز الطبيعي، إضافة إلى البنية التحتية التي طورتها خلال العقود الماضية. وفي هذا الإطار يبرز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء كأحد المشاريع القادرة على تعزيز دور الجزائر في تأمين جزء من احتياجات الأسواق الأوروبية من الغاز، بالتوازي مع توجهها نحو توسيع شراكاتها الاقتصادية والطاقوية مع عدد من الدول الإفريقية والأوروبية. عزيزي المشاهد، إذا أعجبك هذا الفيديو فشاركه مع أصدقائك، ولا تبخل علينا برأيك في التعليقات. دمتم سالمين.